احمد زيزو افضل من محمد صلاح. احمد زيزو في المنتخب اجابه عن محمد صلاح وافيد من محمد صلاح. كلام بنسمعه يا جماعه، يعني بصراحه بيعدي من على الودن دي ويطلع من الودن دي ولا كاننا سمعنا اي حاجه. هري كتير. بقى قصه اهلاوي لا زملكاوي، لا زملكاوي يقول لك زيزو افضل عشان بيلعب في الزمالك، واحد اهلاوي يرد عليه يقول له يا عم افضل ايه والكلام ده. كل ده هري في الفاضي. ما تيجي نتكلم بقى بجد ونتكلم كوره. محمد صلاح لو مش في منتخب مصر، منتخب مصر مش هيهاجم. محمد صلاح لو مش في منتخب مصر، منتخب مصر هيدافع. بس ازاي؟ اقول لك. محمد صلاح لما بيجي يلعب في افريقيا لازم اي منتخب يلعب قصاد محمد صلاح اول حاجه بيفكر فيها المدرب ازاي هيوقف محمد صلاح. عارف انت لو لعبت اي هاف مع محمد صلاح هياخد حريته، هيبان. ليه؟ لان محمد صلاح مش لاعب واحد بس اللي بيوقفه، اتنين لعيبه. محمد صلاح اللي في الدوري الانجليزي مفيش اي باك لحد الان عرف يوقف محمد صلاح. محمد صلاح اللي بينافس على افضل لعيبه في العالم، محمد صلاح اللي خد ثالث عالم، محمد صلاح اللي دخل في المنافسه مع ميسي وكريستيانو. جايين نقول احمد زيزو افضل منه في المنتخب. بص يا حبيب قلبي، نزل احمد زيزو في اي ماتش، اي ماتش، وطلع محمد صلاح. تمام؟ شوف حد هيبقى واقف معاه، حد هيبقى اصلا حاطه في الحسبان اذا كان الراجل ده عندهم حد كويس ولا لا. لا، هتلاقي الفرقه بتهاجم عليك عادي، هتلاقي الفرقه مش عامله لك شخصيه، هتلاقي الفرقه مش خايفه منك. محمد صلاح لو وقف على خط النص معاه اتنين وتلاته. محمد صلاح اللي تفكير كل منتخب افريقي وعربي بيهاجم منتخب مصر عامل حساب لمحمد صلاح ان الكرة لو جات له فيها خطوره. يا جماعه، محمد صلاح بيستلم من ناحيه الهاف ويروح يجيب جول. احمد زيزو بيستلم من ناحيه الهاف وبيروح يرفع او بيرجع تاني يسندها للي جاي من تحت. فرق كبير قوي يا جماعه. يعني يا ريت اللي بيتكلم لما يجي يتكلم يعرف هو بيتكلم ازاي. محمد صلاح لما بيستلم واحد على واحد من نص الملعب، يعني مش هقول لك بنسبه 90% الراجل هيزق ويجري واسرع ومهاري والكلام ده وهيروح يجيب جون. محمد صلاح الفينش بتاعه الفترات الاخيره، مش هقول لك بقى اخر سنه اخر سنتين، لا، لو هنقيم مستوى محمد صلاح الثابت هو اكتر ولا زيزو؟ محمد صلاح. يا جماعه، الراجل ده بيجيب اهداف في الدوري الانجليزي وده بيجيب اهداف في الدوري المصري. واحد يقول لي طب ما لو زيزو احترف هيعمل زي اللي عمله محمد صلاح؟ ما اعتقدش. ليه؟ لان في من نوعيه زيزو لاعيبه كتير، انما من نوعيه محمد صلاح قليل. فيا جماعه، اي كلام بنقوله ما مش اي كلام بيتقال. محمد صلاح لما بيجي يلعب مع ليفربول اللعيبه بتهاجم، الباك اللي بيبقى ماسكه بيهاجم، فالطبيعي ان محمد هيبان وهيروح وهيجي وهيعمل كل اللي نفسه فيه. لان لما بيلعب عليه باك ليفت محترم بيلعب مثلا في مانشستر يونايتد او مانشستر سيتي، ما بيبقاش عامل حساب محمد صلاح 90%، يعني مثلا ممكن 50 50. انما في افريقيا 100% باك وديفندر الاثنين ماسكين. فيا جماعه بعد اذنكم وبعتذر لكم لو الفيديو مضايقكم، لما نيجي نتكلم عن ابو مكه فخر العرب محمد صلاح نتكلم عليه افضل من كده. ويا ريت محدش يقارن زيزو بمحمد صلاح في المنتخب، علشان محمد صلاح لو مش في المنتخب منتخبك لا هيبقى عنده شخصيه ولا هيبقى عنده روح ولا هيبقى عنده خطه لعب يلعب على جبهه علشان يروح يجيب جول. وزي ما قلت لكم زيزو بيستلم الكره على الخط يا اما يرفع يا اما يسند للباك رايت اللي جاي من تحت. السلام عليكم.